أسد الصعيد، العربية اللي ما كانش ينفع عمدة يبقى عمدة غير لما تكون العربية دي في حيازته، العربية اللي خربت بيت بيجو، البيجو 504. العربية دي أول لما نزلت كانت هتتسبب إن بيجو تقفل، بسبب إن العربية كانت زيرو أعطال، عربية يعني من الاخر كده ملهاش حل. العربيه دي عندنا في الصعيد بيحملوا عليها اسمنت، فاهم؟ العربيه دي كانت شغاله سفر، يعني شغاله بمقام التويوتا. يعني النهارده التويوتا السقف العالي اللي شغاله سفر اللي تلاقيها عداده 700,000 استعمال سنه سنتين، البيجو 504 كانت هي وسيله المواصلات الاساسيه بين المحافظات. كانت العربيه الوحيده يعني قبل المشاريع وقبل التويوتا وقبل الكلام ده كله كانت البيجو ال 504. العربيه دي طبعا للناس اللي بتحب الحاجه الايه، الحاجه العظم، عربيه عظمه يعني. بس طبعا دلوقتي طبعا مفيش معلم بياخد لقب معلم الا لو العربيه دي في حيازتك، لازم تبقى في حيازتك بيجو 504 عشان تبقى معلم في مصر، لازم حتى لو مش تركبها. يعني بتشوف ناس معلمين جايبين العربيه دي ب 80,000 و 60,000 وصارف عليها 400,000 جنيه وصارف عليها 500,000 جنيه، ما تفهمش. بس هي العربيه يعني ليها ناس بتحب تركبها، ونادر لما تلاقي واحده سليمه. يعني لما عشان تلاقي واحده من النوع ده سليمه ده من النوادر. العربيه دي في الاستعمال يعني لو انت هتجيبها من واحد عادي، يعني انت فاهم، هتشتريها من واحد عادي، العربيه دي بتعمل لها من اول 60,000 جنيه لحد 80,000 جنيه. ولو لقيتها سليمه، يعني ان انت تلاقيها سليمه دي تلاقيها مثلا حوض سليم، حوض وشنطه تكون مش قطعه في الكامل، يعني فاهم، مغيره سقف، قشره سقف بتاع الحاجات اللي ايه، لان العربيه طبعا 86 وتسعينات، يعني حتى مش بعد التسعينات قوي يعني. والعربيه دي يعتبر من العربيات بجد اللي هي ايه، للاعمال الشاقه. وطبعا في ناس غاويه الكلام ده، في ناس غاويه العربيات دي، في ناس بتحب العربيات دي اللي هي ايه، بيركبوا فيها تكييف وبيركبوا فيها اوتوماتيك وبيصرف عليها مصاريف عبيطه طبعا لاجل ان هو غاوي العربيه دي. وطبعا كل حد وليه مزاجه في العربيات، وطبعا اللي راكب العربيات دي بيبقى فاهم صعب بقى يجي معاك الكلام بتاع الصيني وورق الصيني والشغل ده، فالناس بتحتفظ بالعربيات. انت لو معاك 80,000 جنيه هتركب بيجو 504، طبعا مش هتركبها وبس، انت هتركبها وهتضطر تصرف عليها. طبعا جيل زين يعني مالوش علاقه بالكلام ده، طبعا الجيل اللي طالع انسى ان هو يفكر في 504. الكلام ده للناس الايه، الناس الكبيره. لو عايز تعرف اكتر عن عربيات، اسعار، مميزات، عيوب، اعمل متابعه عشان يوصل لك كل جديد. انا حسن ناصر وده محتوى عربيات.